الأمراض المزمنة هي الأمراض اللي بتفضل مع الشخص فترات طويلة من حياته أو حياته كلها، وعلشان كده صاحب المرض المزمن بيحتاج إنه ياخد أنواع معينة من الأدوية بشكل دوري ومستمر، وما بينفعش إنه يوقفها عادة. ولو ما قدرش إنه ياخد العلاج في الوقت المطلوب حالته ممكن تتدهور وتحصل له مضاعفات في غاية الخطورة. وعلشان كده أصحاب الأمراض المزمنة عادة بيتابعوا مع أطباء باستمرار، واللي ما كانش يعرف إنه عنده مرض مزمن وبعد كده اكتشف زي السكر مثلا بيحتاج إنه يغير بقى نظام الأكل بتاعه ونمط حياته بشكل كامل. كل ده علشان حالته ما تتدهورش ويقدر يكمل حياته بشكل طبيعي. ومن أشهر الأمراض المزمنة هي مرض السكر أو الضغط أو أمراض الجهاز التنفسي اللي زي الربو، أمراض الكلى والكبد وحاجات تانية كتير. والمرض المزمن مش بالضرورة يكون مرض عضوي، ممكن يكون مرض نفسي زي الفصام أو اضطراب ثنائي القطب وحاجات تانية. المشترك ما بين الأمراض المزمنة كلها باختلاف أنواعها هي إنها تحتاج أدوية معينة لازم تتاخد بشكل دوري وما ينفعش المريض يوقفها. وهنا بقى في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، طيب الناس زمان قبل تطور الطب واكتشاف الأدوية الحالية كانوا بيتعاملوا إزاي مع الأمراض دي؟ لو بصينا على التاريخ هنلاقي إن الأمراض المزمنة ما هياش حاجة جديدة، البشر كانوا بيعانوا منها من آلاف السنين. الأمراض البسيطة اللي زي إن حد بطنه توجعه أو يجيله ألم في الأسنان أو غيرهم، الناس زمان كانوا بيعالجوها بالأعشاب والنباتات المتاحة حواليهم، وبنسبة كبيرة كانوا بيقدروا يتعاملوا مع الموضوع. لكن الأمراض المزمنة بقى اللي أعراضها دايما مستمرة كانت لغز مش مفهوم بالنسبة لهم، وعلشان كده كتير من الناس كانوا بيبصوا للأمراض دي على إنها شيء خارق للطبيعة، غضب من الإله أو لعنة حلت على الشخص. وعلشان كده ثقافات كتير كانت بتستخدم تعاويذ وتمائم علشان يحصنوا نفسهم من الأمراض دي. والموضوع ده كان منتشر جدا في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين. وفي روما مثلا كان عندهم حاجة اسمها معابد الشفاء، كان الشخص بيروح المعبد ده ويجيب طين أو صلصال ويعمل بيه نسخة مصغرة من العضو اللي بيوجعه ويقدمه قربان للمعبد، ويستنى بعدها إن المرض يروح أو يجيله هاتف في المنام ويقول له إزاي يعالج المرض. وبعض الشعوب في أوروبا كانت بتعتبر المرض المزمن إنه روح شريرة ساكنة في جسم الإنسان، وكان الحل بالنسبة لهم إنهم يعملوا فتحة في دماغ المريض علشان الأرواح الشريرة تخرج منها، على أساس يعني إن الأرواح الشريرة محتاجة خرم عشان تعرف تعدي. وفعلا تم العثور على جماجم مثقوبة بترجع للعصور القديمة في بريطانيا وفرنسا وأجزاء من أوروبا والأمريكتين، بل إن الممارسة دي